إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. بات الدولي الجزائري يوسف بالليلي قريبا من العودة إلى المباريات بشكل رسمي من بوابة نادي أجاكسيو الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسية، وكان ابن الباهية وهران قد رسم التحاقه أمس الأربعاء بالنادي الفرنسي بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم، بعد أن قام في وقت سابق بفسخ عقده مع نادي بريست. وسيكون بالليل مؤهلا من الناحية القانونية للمشاركة في مباريات الليغ 1 انطلاقا من الأسبوع الحالي، باعتبار أن قوانين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تسمح للأندية بالتعاقد مع جوكر خارج آجال الميركاتو الصيفي شرط امتلاكه لتصريح رسمي. ومن المتوقع أن يشارك الجناح الطائر للخضر لدقائق معدودة مع أجاكسيو خلال المباراة التي ستجمعه يوم الأحد المقبل بنظيره تروا ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الفرنسي، على أن يبدأ أساسيا خلال مباراة القمة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان والمقررة يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري. ويملك النجم الجزائري في سجله 19 مباراة ضمن منافسات الليغ 1 أسهم خلالها ب7 أهداف بين صناعة وتسجيل.